أخي الحزن، أخي الحزن خاض البحر مستأنسا به، وذا الخضر في الروح اختفاه وذله. كلمة ربه بتوحيد إيمانا، يعني ربي كل سنين الأب وأم والاثنين وتوفاه الوالدين على التعجيل. عندما تتزاوج الكلمات بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي الملحون، قصائد تفنن في إلقائها أهل الشعر من ولاية تيارة وغليزان بأمسية شعرية في إحدى ليالي رمضان، حيث تنتشي لها الآذان وتصفق الأيادي للأداء الراقي. الجلسة كانت شعرية بامتياز، جلسة راقية رائعة مع قامات أدبية من شعراء الفصيح والشعر الملحون. اليوم هذه الجلسة الجميلة والممتعة جدا كانت جلسة في القمة. نشكر مديرة المكتبة للمطالعة على هذه المجهودات اللي تبذل فيها، ونشكر كل القائمين على هذا الحفل. وكانت أمسية رائعة جدا، شعراء الفصيح وشعراء الملحون، والحضور اللي كان ثاني الجمهور اللي كان حاضر معنا فاني نشكروه. فبنكهة الشاي تراقصت أقلام الشعر من هنا وهناك لتكتب القصائد وتفتح بيوت الشعر على مصراعيها أمام الجمهور. إنني لجد سعيد لحضوري ودعوتي لهذه الجلسة الشعرية أو الجلسة الأدبية في هذه الليلة، ليلة رمضان المبارك، بين شعراء هذه المدينة. احتفاء بالأقلام الأدبية أيضا أو احتفاء بالكتاب. اليوم هناك من ولاية المجاورة شارك معنا من ولاية غليزان وشعراءنا المحليين. كانت جلسة طيبة مع جمهورنا العريض. ولست أقصر في هذا الوضع بدلا. هي جلسة شعرية لقيت متابعة لدى محبي الكلمة، وبديكور تقليدي عكس عمق الأصالة من ولاية تيارت.